السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم متابعين قناة تركاية. في البداية لو مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. النهاردة هنتكلم عن شوية مميزات أو زي ما تسميها حيل أو تركات جميلة جدا، أوعدك إنك هتستفاد منها كتير. جايز تكون معروفة لدى البعض لكن بالتأكيد في ناس كتيرة ما تعرفهاش. الخصائص أو المميزات دي موجودة من ضمن الإضافات الأساسية في تطبيق الواتساب. يعني أنت مش محتاج تنزل برامج عشان تستفاد من هذه المميزات اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. الخصائص أو التريكات دي متعلقة بطريقة وأسلوب وشكل الكتابة اللي احنا بنكتبها في دردشات الواتساب. الحيل والتريكات دي هتخلي شكل ومنظر الكتابة بتاعتك مختلفة ومميزة عن الآخرين اللي هم دايما بيكتبوا بالشكل المعتاد. في الفيديو ده جمعت لك كل الخطوط اللي تطبيق الواتساب سبورتد، يعني كل اشكال الخطوط اللي هنتكلم عليها النهاردة مدعمة من تطبيق الواتساب، وانت مش محتاج تنزل برامج او تطبيقات مساعدة عشان تستفاد من هذه الخصائص. اي حد تاني يقول لك في خطوط تانية غير الخطوط اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، اعرف ان الخطوط دي مش بيدعمها تطبيق الواتساب. الخطوط دي بتحصل عليها من خلال تطبيقات اخرى. وطبعا كل ما تزيد عدد التطبيقات المتثبتة على تليفونك ده بيتسبب في بطء الهاتف. كمان التطبيقات دي بتبقى كلها اعلانات. في الفيديو ده هقولك على شوية تريكات هتعملها في تطبيق الواتساب هتكتشف بيها اشكال وخطوط مختلفة ومميزة جدا على الخط المعتاد اللي احنا تعودنا نكتب بيه. فيلا بينا. اول حاجة هنعملها هنفتح تطبيق الواتساب ونفتح اي دردشة. هنكتب جملة بالخط اللي احنا متعودين عليه في تطبيق الواتساب عشان نعرف نقارنها بالاشكال المختلفة للخطوط اللي انا هقولك عليها دلوقتي. وليكن مثلا هنكتب اسم القناة بتاعتنا قناة تركاية. قناة تركاية ده الخط اللي احنا متعودين عليه وبنكتب بيه دايما. طبعا عايزين نوضح في البداية ان اي شكل من الاشكال المختلفة للخطوط اللي احنا هنشرحها في الفيديو ده بتصلح للغة العربية والانجليزية وغيرها من اللغات الاخرى. اول نوع او شكل ممكن نستخدمه عشان نغير شكل الكتابة في تطبيق الواتساب هو نوع اسمه بولد، اللي هو الخط العريض الغامق. طيب ازاي نكتب بالخط ده؟ كل اللي انت هتعمله انك هتضع علامة نجمة قبل النص وبعده مباشرة بس بدون اي مسافات. فتعالوا نشوف الكلام ده بشكل عملي. هنكتب نجمة، بعد كده قناة تركاية، بعد كده نجمة بدون اي مسافات ونضغط اوكي. طبعا واضح انه في فرق بين الخطين. الخط الاول هو الخط العادي اللي احنا متعودين عليه، الخط التاني اللي هو نوعه بولد اللي هو الخط العريض. تاني نوع او شكل ممكن نستخدمه عشان نميز شكل الكتابة بتاعتنا هو نوع اسمه الخط المائل. هذا النوع من الخطوط بيستخدم بشكل اكبر في اللغة الانجليزية. طيب ازاي نكتب بالخط ده؟ الموضوع سهل وبسيط. كل اللي انت هتعمله انك هتضع علامة اندرسكور قبل النص وبعده مباشرة وزي ما اكدنا بدون اي مسافات. تعالوا نطبق الكلام ده بشكل عملي. ادي علامة الاندرسكور، بعد كده نبدأ نكتب قناة تركاية، بعد كده علامة الاندرسكور ونضغط اوكي. واضح ايضا ان شكل الكتابة برضو اتغير، بس النوع ده من الخطوط بيظهر بصورة اوضح في اللغة الانجليزية عن اللغة العربية. ثالث نوع من اشكال الخطوط اللي ممكن نستخدمه هو الخط المشطوب. طب ازاي تستخدم الخط ده؟ عشان تكتب بالخط ده هتضع العلامة دي قبل النص اللي هي علامة الشرطة المموجة دي قبل النص وبعده مباشرة. تعال نشوف الكلام ده بشكل عملي. هنكتب العلامة دي ونكتب قناة تركاية. قناة تركاية، بعد كده نكتب نفس العلامة دي وتضغط اوكي. هيظهر بالشكل ده.
رابع نوع من أشكال الخطوط اللي بيدعمها تطبيق الواتساب هو الخط المتباعد، يعني ده الخط اللي بيعمل تباعد للكلمات في تنسيق معين، وبيستخدم بشكل أكثر في اللغة الإنجليزية. طيب إزاي نكتب بالخط ده؟ كل اللي انت هتعمله انك هتضغط على العلامة دي 3 مرات قبل النص وبعده مباشرة. طب تعال نشوف الكلام ده بشكل عملي. هنكتب مثلا برجاء الاشتراك في قناة تركاية. بعد كده نكتب نفس العلامة دي 3 مرات ونضغط اوكي. هنلاحظ انه حصل تباعد بين الكلمات بشكل تلقائي، لكن جمال الشكل ده بيظهر اكتر في اللغة الانجليزية. تعالوا نكتب جملة باللغة الانجليزية ونشوف شكلها بالخط ده هيبقى ازاي. هنكتب العلامة دي 3 مرات. هنكتب مثلا subscribe to our channel، والعلامة دي نكتبها 3 مرات ايضا. بعد كده نضغط اوكي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الخط ظهر بشكل افضل وتنسيق افضل في اللغة الانجليزية. خامس شكل ممكن نستخدمه في تطبيق الواتساب ويكون شكل مختلف ايضا هو شكل ميكس بين الاشكال اللي احنا تكلمنا عليها، يعني ممكن نجمع بين الخط البولد والخط المائل والخط المشطوب في جملة واحدة. نعمل كده ازاي؟ بكل بساطة هنضغط مثلا نجمة، هي العلامة الخاصة بالشكل البولد، ونضغط اندرسكور العلامة الخاصة بالشكل المائل، ونضغط العلامة دي اللي هي خاصة بالشكل المشطوب، ونكتب قناة تركاية. هنا العلامة اللي كتبناها في الأول هنكتبها في الآخر، واللي كتبناها في الآخر هنكتبها في الأول. فهنضغط على علامة الشكل المموج ده، بعد كده علامة الأندرسكور، بعد كده علامة النجمة، ونضغط أوكي. وبكده كونا شكل جديد يضم الثلاث أشكال اللي فاتوا. سادس حاجة ممكن نستخدمها هو تغيير لون الكتابة عن اللون المعتاد اللي احنا متعودين عليه. تعالوا نطبق الكلام ده بشكل عملي. كل اللي هنعمله هنكتب قناة، بدل ما نعمل مسافة هنعمل نقطة، تركاية، بعد كده نقطة، بعد كده أي حرف تكرره مرتين زي سي مثلا، وتضغط أوكي. زي ما انت شايف لون الخط اتغير معانا. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لايك واشتراك اللي جاي كتير.